هلا والله، اخباركم شباب؟ كيف الحال؟ معكم عبد الله من قناه اربيان جيمر، واليوم جبنا لكم مقطع جديد. في هذا المقطع نتحدث عن افضل واحسن 4 برامج للحصول على جواهر كلاش اوف كلانز مجانا، والحصول على بطايق ايتونز وبطايق جوجل بلاي. البرامج الاربعه هي فري ماي اب، اب نانا، فيوتشر بوينت، واخر واحد اب بوينتي. طبعا نظام عمل البرامج الأربعة ذي هي نظام واحد، نفس النظام. إن داخل البرامج، داخل إحدى البرامج هذه في ألعاب. هذه الألعاب لما تحملها وتلعبها كذا دقيقة وترجع البرنامج اللي حملت من اللعبة، تلاقي إن جاك نقاط. فهذه النقاط لو جمعت نقاط تقدر تبدل فيها بجوائز، إما بطايق ايتونز في على حسب البرنامج. عندك في بطايق ايتونز، في بطايق امازون، في بطايق جوجل بلاي، في بطايق ماينكرافت. فإن شاء الله بنقول لكم كل برنامج وش بطايقه بالضبط وش يميزه عن الثاني والافضل. عندنا اول برنامج اللي هو فري ماي اب. فري ماي اب من اشهر برامج العالم واكثر استخداما. اللي يميزه عن باقي البرامج انه في كثير تقدر تبدل النقاط. عندك مثلا جوجل بلاي، عندك ستيم، عندك حتى مواقع غير معروفه صراحه ما اعرفها. لما تحمل البرنامج تشوف او يحط لك صور كذا بتلاحظها او بتشوفها. هذا اللي يميز فري ماي اب. والعيب الوحيد اللي فيه صعوبة الحصول على النقاط وقلة البرامج. في بعض البلدان او الدول البرامج خلاص محدودة كذا، 6 برامج او 5 برامج بالكثير، وبعدين ما عاد تقدر تحمل برامج وما تقدر تجيب نقاط. هذه عاد يبغى لها في بي ان واشياء وخربطة وجع راس. فهذه تبغى تلاقي لها شرح باليوتيوب، او يمكن ان شاء الله اسوي لها شرح انا ان شاء الله. فكنت ناوي اسوي لها شرح، لكن اول شيء كنت بسوي هذا الفيديو. هذا هو العيب الوحيد، ان قلة البرامج وصعوبة الحصول على صعوبة الحصول على النقاط. طيب هذا هو البرنامج فري ماي اب، واعطيه تقييمي له 9 من 10، وبرنامج يعني رائع واكثر استخداما. عندك البرنامج الثاني اب نانا. اب نانا من افضل البرامج عندي وبرنامج رائع جدا. واللي يميزه عن باقي البرامج هو سهولة الحصول على النقاط. يعني لدرجة انك لما تفوت البرنامج كل 24 ساعة تفوت برنامج يعطيك نقاط. في مثلا عندك برامج متجددة والعاب متجددة، وفي عندك مثلا تشوف فيديو يعطيك نقاط، تشوف مثلا تضغط على الاعلان يعطيك نقاط. يعني صراحة سهولة غير طبيعية. لكن المشكلة فيه انه شوي غالي، لكن على الاقل مو مثل البرامج الثانية اللي انا اكثر استعملها. واتوقع اني شريت منه مرة، لكن شريت منه تقريبا $5 بايبل ما له اي فايدة. خليتها معاي فكنت بشتري فيها في كود. طيب هذا هو برنامج اب نانا، ومن افضل البرامج عندي، واعطيه تقييمي له 10 من 10. البرنامج الثالث عندك اب بوينتي. اب بوينتي برنامج عادي بسيط، يعني ما له اي شيء يميزه وما له اي عيب. عيب الوحيد ان مثل فري ماي اب قلة صعوبة الحصول على النقاط. لكن ويعني برنامج عادي صراحة، أنا ما فتحته وما، لكن يعني اللي يبغى يحمله يجربه يجربه. وبرنامج يعني جميل، يقولون في ناس يقول حلو وخفيف جدا ومو معقد ورائع. البرنامج الأخير والبرنامج الأقوى فايتشر بوينت أو فيتشر بوينت، ما أدري شو اسمه بالضبط. لكن هذا البرنامج بتنصدمون لما تسمعون. هذا البرنامج صراحة خيالي، لكن يبغى له واحد فاضي 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 بمعنى الكلمة. هذا البرنامج لدرجة انك لما تجمع نقاط تقدر تبدلها في جوائز قيمة كبيرة جدا. تقدر تبدلها في جوائز 1000 امازون، $1000 امازون، و$1000 بايبل عندك. وعندك تقدر تبدلها في ايباد ميني، طبعا بيوصلون لك اياها في طرد في البريد. ويعني شوي معقدة انك هذه لازم يكون عندك مثلا بريد وفاتح وشوي. وعندك جوائز قيمة كبيرة جدا وجوالات وأجهزة، وصراحة رائع جدا. لكن يبغى له واحد فاضي وشوي غالي. لكن ما أدري كيف الحصول على النقاط. أتوقع نفس في ما ياب صعوبة، لكن على الأقل بس مو ذاك الزود الغالي، لا شوي رخيص، لكنه جميل جدا. وأنا صراحة إن شاء الله بفضله وبجربه. وطيب طبعا هذه هي البرامج الأربعة شرحتها لكم أو قلتها مميزاتها. فأنا أنصحكم تحملونها الأربعة وتجربون. ترى كل واحد له ذوق غير، يمكن يعجبك هذا يمكن ما يعجبك هذا. فأنا قلت عن ذوقي اللي يعجبني. من أفضل برنامجين عندي هم فايجر بوينت وأب نانا. هذول البرنامجين رائعين وجميلين، أجربهم من فري ماي آب، أنا ساحب عليه وأب بوينتي.
مثل ما قلنا لكم رابط التحميل تلاقيه في الديسكريبشن. الأربع برامج، طبعا الأربع برامج تنزل على جميع الأجهزة، سواء كان جهازك جالكسي، سواء كان جهازك آيفون أو آيسو أو جهاز أندرويد. طبعا هذا عندي ملاحظة صغيرة جدا قد النملة، اللي هي في بعض الأحيان لما تحمل برامج وتفتحها وترجع بعدين للموقع أو ترجع للبرنامج ما تلاقي ما تلاقي عندك جاك نقاط. طبعا في بعض الالعاب اللي تلاقي عندك كذا عندها نقاط عاليه، دائما الالعاب اللي عندها نقاط عاليه عندها شروط. الشروط هي انك مثلا تفتح اللعبه، تسجل فيها، تلعب فيها شوي، مثلا توصل كذا مرحله. يعني مو ذاك الشروط اللي يبغى لك شهر لين تنفذ، يعني في يومين 3 ايام تكون نفذت الشروط. فهذه هي البرامج كذا. اذا كانت دائما النقاط العاليه هم يعطونك شروط، واذا كانت نقاط قصيره يقول لك بس افتح اللعبه 30 ثانيه وبعدين كيفك تحذفها وما تحذفها، فسواء حذفتها او ما حذفتها بتجيك نقاط. فهذا خلاص شباب، هذا انا شرحت او قلت لكم الاربع برامج، وان شاء الله اذا مو فاهمين برنامج من برامج اربعه بشرح لكم اياها، واذا لقيت ان في كثير مو فاهمين ولا برنامج بشرح لكم الاربع برنامج بفيديو واحد. طيب خلاص شباب، هنا وصلنا الحلقه، فلا تنسوا تقييم الفيديو بلايك، ومن فضلك قبل ما تطلع على القناه لا تنسى الاشتراك. كان معاكم عبد الله من قناه اريبن جيمر، نشوفكم على خير.